لقيته بيسالني ايه رايك في حمله بلوك اوت اللي معموله على الانفلونسرز والمشاهير اللي في العالم كلهم وتحديدا العرب. قلت له ياه، رجعتني كده من شهرين لما المخرج اليهودي اللي فاز بجائزه اوسكار اعظم جائزه فنيه استغل انظار العالم ليه ومسك المايك، وعلى عكس المتوقع كان بيطالب بوقف الاباده اللي بتحصل على اهلنا في غزه، وبيطعن في دوله اسرائيل واجرامها ووحشيتها. غريبة يعني، ما هموش العواقب اللي ممكن تحصل عليه أو اللي ممكن يحصل له من الصهاينة أصحاب المال وشركات الإنتاج. أبص على الناحية التانية على الفنانين العرب اللي المفروض فلسطين تكون أولى إن هي تكون قضيته. كل المهرجانات أو أغلبها نادرا لما كنت تشوف فنان بيتضامن مع فلسطين. غلابة خايفين من صاحب المال لا يحرمني من ساعة أو بيت أو جنسية او شيك. علشان كده كان طبيعي المخرج اليهودي ياخد جايزه اوسكار، لانه فنان بحقه حقيقي مؤمن ان الفن لازم ينحاز للحق والخير والجمال، واللي بتعمله اسرائيل في غزه على درجه عاليه من الظلم والشر والقبح. فخد جايزه اوسكار لانه فنان بحقه حقيقي فاهم فلسفه الفن. لكن اللي عندنا في الوطن العربي شويه ارزاقيه. علشان كده ما استغربتش لما شفت كتير من المشاهير والانفلونسرز العرب وتحديدا اللي معاهم الاقامه الذهبيه. لا انا خلاص قلت الاقامه الذهبيه، مش محتاج اقول حاجه بعديها. طبيعي ان هم يعيشوا في عالم موازي ما لهمش علاقه باللي حاسس بيه الناس. ما هو معاهم حق برضه يا جماعه، ناس ملهاش قيمه انت اللي اديت لهم قيمه، طبيعي لما تطلب منه موقف له قيمه يتخلى عنك. لكن على الجانب الاخر شوف واحد مثلا زي رامي يوسف باصول مصريه، كان موجود برضه في حفل توزيع جوائز الاوسكار. لما عملوا معاه لقاء تضامن وطالب وقف العدوان على اهلنا في غزه، رغم انه لسه في بدايه سلم المجد ومحتاج لكل فرصة. وبيقول الكلام ده عند أقوى لوبي صهيوني في العالم، وعارف كويس إنه هيدفع ثمن ده، لكن ما هموش لأنه فنان بحقه حقيقي وبيقول بس ما يملي عليه ضمير. عشان كده كان طبيعي لما الشعوب العربية تشوف ازاي الغرب متضامن مع قضايانا واللي مننا وعلينا عايشين في عالم موازي يتضامنوا مع حملة بلوك اوت 2024، ونشوف الحملة اللي معمولة على الانفلونسرز اللي مش حاسين بينا. واول مره تفهم الشعوب العربيه فلسفه المقاطعه، ان هو بالله فعل ما بعملش حاجه بقاطع او بعمل بلوك. لاول مره احس ان انا ليه اهميه بحقه حقيقي، ليا دور كفرد عربي بعد ما الانظمه الدكتاتوريه انتزعت مني الصفه ديت لسنين طويله. لاول مره نكون كلنا واحد ولينا دور بحقه حقيقي، وتفهم الشعوب العربيه ان المؤثر الحقيقي هو اللي بيصنع المؤثر او يدفنه.